في هذا السياق مشاهدينا الكرام من بروكسل مراسلنا سليم بدوي. سليم، أهلا بك ومرحبا. ماذا عن تبني البرلمان الأوروبي لهذا القرار وماذا عن مضمونه؟ يعني حكيم، إنه قرار تم اعتماده بأكثرية ساحقة من عدد نواب البرلمان الأوروبي. عدد نواب البرلمان الأوروبي 705 نواب، الذين شاركوا في الاقتراع 694 نائبا. من بين هؤلاء 669 نائبا قالوا نعم، صوتوا مع هذا القرار. فقط 3 نواب صوتوا ضد هذا القرار الذي يدين بشدة إذن تصاعد التوقيفات وكذلك الاعتقالات اللامبررة شرعيا والاعتباطية كما وصفت، ولا سيما بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر. اعتبر قرار البرلمان الأوروبي أن مثل هذه الممارسات إنما يحول دون حصول أي حوار سياسي، ولا سيما فيما يخص التعديل الدستوري، ولا سيما أنه يطال أيضا النقابيين وكذلك المحامين وأفراد من المجتمع المدني. كما أن هذه الممارسات تمنع يعني ممارسة حريات التعبير في الجزائر، وهذا شيء مقلق ومناف لأهم بند من بنود اتفاق الشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، والذي ينص هذا البند على ضرورة احترام دولة القانون وكذلك الحريات العامة، الحقوق الأساسية للمواطنين وكذلك حريات التعبير. إذن القرار يعني الغريب فيه واللافت فيه أنه يتطرق أيضا إلى الانتهاكات بحق الأمازيغ في الجزائر وكذلك بحق الأقليات الدينية. كما أن قرار البرلمان الأوروبي يدعو السلطات الجزائرية إلى الإفراج فورا عن الصحفي محمد خالد درارني وكذلك عن كل المعتقلين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير حسب ما جاء في نص القرار الأوروبي. نعم. المهم أيضا حكيم في هذا القرار أنه يدعو السلطات الأوروبية، يعني المفوضية الأوروبية وكذلك المسؤولين في المجلس الأوروبي، إلى ضرورة التشديد في بحثهم المقبل خلال الاجتماع المقبل لمجلس الشراكة الأوروبية الجزائرية، التشديد على ضرورة احترام الجزائر لمبادئ دولة القانون وكذلك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر. ولك جزيل الشكر مراسلنا سليم بدوي على هذه المداخلة متحدثا من بروكسل.